السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. كل سنه وانتم طيبين وبعد الايام علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اتمنى ان اول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك ويفعل الجرس بحيث ان كل اشعارات القناه توصله. لو انتوا عايزين تعرفوا العظمه دي اتعملت ازاي، ليها اسرار كتيره الكنافه ديت، وفيها تكات حلوه جدا عشان تطلع معاكي زي تحت الحلواني واحسن كمان، وانت ضمناها وعاملاها في البيت. لو انت عايزه يلا تابعيني على الفيديو تعرفي ازاي وتعرفي كل التكات وكل الحركات. يلا بينا. هنا جميل، انا معايا نص كيلو كنافه، بس هي المفروض ان هي تبقى مجمده. انا هنا يعني هي طازه شويه، كنت حاطاها في التلاجة. بصراحه نسيت احطها في الفريزر عشان تمسك في بعضها، فكانت المفروض عشان تعرفي تفرفتيها. طيب الحل ايه؟ ان انا بحطها عندي في الكبه وهضربها كده بحيث ان انا افرمها بالشكل ده كده اهوت. انا هفرمها واوريكي. طب انا ما عنديش، ببتدي بالمقص كده وابتدي ان انا ايه، هقصقص كده كده اهوت بالشكل ده كده، او هقطع اهوت بالمنظر ده كده. بس هي الحل ان انتي تفرميها اكتر. وفي الوقت دوت انا حاطه النص كيلو كنافه، حاطه لها حوالي بتاع ربع كيلو سمنه او زبده، بسيحها او بقدحها بالعربي. وهقول لك ليه، تابعيني معايا اهو يا حبيبتي. اهو بصي بالمنظر ده كده. وهكون انا ايه، بقدح السمنه زي ما قلت لكم، كانكم بتبص يعني بتقدحوها لكحك وكده. تمام. انا هنا عامله الشربات بتاعي، عايزاه يكون تقيل. بتحطي كوبايتين سكر وعليها كوبايه ميه وبتسيبيها 5 دقايق تغلي لحد ما تحسي ان هي بدات تتقل. تحطي عليها نقطتين ليمون وتبتدي ان انت تسيبيها كمان 5 دقايق لحد ما هو يتجانس وكده. وفي الاخر وانت بتطفي بتحطي عليهم كيس فانيليا او نقطتين فانيليا لو هي سايبه عندك. وطبعا انا سايباها تبرد لان المفروض ان انا هسقيها وهي سخنه، بس انا قلت كده على ما اقدح الزيت يعني السمنه واكسب معاكي وقت. انا كده قدحت السمنه وهوريكم، وهبتدي ان انا احطها على الكنافه. عمركم شفتوا سمنه كنافه بنقللها او بنقدح لها؟ احنا عملناها. دي الحركه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الكنافه حمرا من كل الجوانب. طبعا انا هبسها، بس انا طبعا مش هقدر احط ايدي فيها كده على طول الا لما ايه تبرد شويه. تمام، لسه سخنه. عايزه اقول لكم ان دي طريقه الحلواني، هتلاقيها طريه وجميله زي ما شفتيها في اول الفيديو. هشه لسه سخنه، هتفضلي تقلبي فيها كده وبعدين هتبتدي تبسيها بالشكل ده كده بحيث ان كلها تتشرب السمنه بتاعتك. انا كنت حاطه هنا كمان معلقتين سكر بودر وانا بقلبها في وسطيهم بالشكل ده كده كده. افضل اقلب فيها لحد ما اتاكد ان الكنافه شربت السمنه كلها كده. كده انا هرش معاهم كمان معلقتين سكر خشن، وده علشان يخليه يعضم شويه او يبقى ماسك في بعضه ما يسيبش من بعضه. تمام كده. وبرده ان انا هكمل تقليب فيه بالشكل ده كده. وانا كده خلاص ضمنت ان هو كل الزيت السمنه كلها دخلت في قلب الكنافه او اتبست فيها زي ما بيقولوا. تمام كده. وهبتدي ان انا هقلبهم في حاجه تانية عشان انا عايزه الصينيه بصراحه. انا هنا حطيت معلقه سمنه وهدهن بيها الصينيه كده كويس. انتي بقى بفرشه بايدك، انا بحب اشتغل بايدي بصراحه،
بحس بمتعة اي حاجة وانا بعملها، بحس بطعمها، بحس بالنفس فيها بصراحة يعني. لكن حتة ان انا ابقى لابسة جلافز او يعني اقول معلقة او فرشة، ما بحسش بمتعة الحاجة. فانا كده بالطريقة دي كده ودهنتها. هبتدي ان انا هاخد تلت الكنافة ديت، وابتدي ان انا احطها كده في الصينية، هي تلتها بس كفاية. والمقاس بتاع الصينية دوت ده كده اكتر من التلت. الصينية دي تكون مقاسها على نص كيلو علشان ما تبقاش خفيفة ولا تقيلة. معاكي مقاس 28، معاكي مقاس 30، لكن مش اقل من 28 علشان الكنافة ما تبقاش تخينة. انت بتشوفي ان هي بتاعت الحلواني دايما بتبقى رقيقة وبتبقى كويسة، يعني بتبقاش تخينة، حتى بتحس ان هي عاملة زي الزبدة كده زي ما شفتيها. وهبتدي ان انا هعمل كده، واعمل كده، احاول ان انا اعمل بس كده في الجناب من الكنافة عشان هيبقى فيه حشو هقولك عليه دلوقتي، او اللي هي الكريمة. تمام كده. وهبتدي ان انا بالشكل ده كده اغسل ايدي وارجع لك. هنا نص كيلو لبن، هحط معاه هنا معلقتين نشا تكونوا مليانين هرمين كده، او 3 معالق ممسوحين. وابتدي ان انا اقلبهم كويس قبل ما ما ارفعهم على النار. انا مش هحط سكر ولا هحط حاجه، لان كده الكنافه انا حاطه فيها سكر، وكمان معانا الشربات فيه سكر علشان الدنيا ما تبقاش زعقه قوي ولا كمان تهبط. هنا لو انت حابه هحط هنا معلقه كاستر معاهم، مقدار معلقه. مش حابه الخطوه ديت براحتك، يعني انا حطيت بس كده، وهقلبه كويس قوي 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 قوي، وابتدي ان انا ارفعه على نار. تابعيني لحد بس ما اسويه واوريكي شكله حبيبتي. هو يبقى بالمنظر ده كده، او قوامه بالشكل ده كده، وهو سخن بقى هبتدي هعمل ايه، هحطه كده على الكنافه بالشكل ده، وابتدي ان انا اوزعه كده. بس انا مش عايزاه يجي يعني على حرف الكنافه، وبالراحه كده عشان ما يلمش اللي اتعمل بالشكل ده كده كده. بصي مش عايزاها كده، هي تقريبا النشا كانت نوعيتها كانت عايزه ميه اكتر من كده، او قللت كميه، عشان كده ما كنتش عايزاها ان هي تبقى. خلاص انا عملتها، وابتدي ان انا اخربشها كده عشان الباقي اللي انا هحطه يمسك فيها. واسيبها تبرد شويه. هي هنا كده بردت خلاص، وهبتدي ان انا احط الجزء اللي باقي عليها كده كده بقى ايه بالراحه. اوزع كويس. بالشكل ده كده.
ابتدي ان انا اوزع كده واضغط ضغطه خفيفه عشان ما اخليش الحشو يطلع من الناحيه التانية. انا عايزاه كده احافظ عليه ان هو يبقى في النص عشان ما يتحرقش. واحاول طبعا ان انا احس الصينيه انه كلها حجم واحد، ميبقاش جنب اعلى من جنب بالشكل ده كده. بسم الله كده، واتاكد ان مفيش حاجه على الحروف. بالسمنه طبعا. انا هنا مولعه الفرن يسخن على درجه حراره 200 180 ماشي، بس مش اقل من كده. واضغط زي ما قلت لكم كده ضغطه خفيفه واحطها على الفرن. احطها تستوي وارجع اوريها لك. عمر بعد ما طلعتها من الفرن ده شكلها. هو طبعا في التصوير باين ان هي مش عارفه حته بيضه حته حمراء، بس على فكره كلها حمراء، كلها شكل واحد. تعالي بقى نقلبها ونبتدي ان احنا نسقيها. هي قمر كلها حته واحده. الاحمر دوت مطرح الكريمه، فكانت في حتت خفيفه فطلعت منها. بس بص المنظر العام بتاعها تحفه تحفه بجد. تعالي بقى ان احنا نسقيها. ادي الشربات اهوت. هو المفروض ان هو يبقى تقيل، بس صراحة ربنا انا مش بحبه يبقى تقيل قوي عشان اشربها. يعني عامله ما بين البنين كده وسط، وهتسقيها كلها بالشكل ده كده. كده بسم الله. ايه كده. طبعا بقى هوريها لك. بصي شايفه الطراوه بتاعتها، طريه وناعمه جميله. بصي شايفه السمك بتاعها. بصي مهلبيه مهلبيه. لو هشه بسم الله. بصي بلبن، شايفين طريه ازاي. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبك ويكون رضاكي. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه ولايك وشير وكمان كومنت ظريف زيك.